يلا بقى نعمل حاجة حلوة. هاتي الخلاط وحطي فيها كوباية سكر، كوباية لبن، نص كوباية من الكاكاو الخام. نضربهم كويس جدا جدا لحد ما السكر يدوب. كوباية زيت وننزل عليها كده حبة حبة لحد ما تلاقي الخليط بقى قوامه سميك زي كده. ناخد منه بقى كوباية كده ونركنها على جنب. احلى صوص شوكولاتة هتاكليه في حياتك. عليهم بقى بيضتين، ونحط بقى معلقة صغيرة من الفانيليا ونضرب كويس جدا. هنجيب بقى كوبايه من الدقيق، عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر، وننخلهم كويس عشان يخش الهواء جوه الكيكه كده وتبقى اسفنجيه وطعمها خطير. نجيب بقى الخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط نضيفه للدقيق. بعد كده نعمل ميكس لحد ما يوصل للقوام ده. اي قوالب عندك، فناجين قهوه، عندك القالب بتاع المولتن كيك، اي حاجه عندك ادهنيها مسحه بس كده من السمن. مش هتأثر معاكي والنتيجة هتبقى هايلة. صينية ورصي فيها كل القوالب بتاعتك. ننزل بقى بالخليط الكيكة بتاعتنا، اهم حاجة يكون 3/4 كده، ونغطيها بالستريتش راب. ونجيب اي خلة اسنان ونبدأ نخرمها من فوق كده علشان تستوي معاكي وتبقى طرية. هنضيف ليها مية سخنة اللي هي لحد النص كده الطواجن على البوتاجاز على نار متوسطة. هتاخد ربع ساعة. مش عايزة اقولك بقى طرية وهشة وطعمها يجنن قد ايه. وما بتاخدش وقت ولا مجهود، وكمان من غير فرن ومن غير ميكروويف ومن غير فوطة ومن غير اي حاجة. بصي بقى القوام خطيرة. مش عايزة اقولك بقى دي بقى المولتن كيك دي حاجة كده فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. شوفي بقى الفنجان خرج منها بسهولة ازاي. انزلي بقى بيها بصوص الشوكولاتة اللي احنا عملناه مع بعض، والكوباية اللي احنا خدناها في اول الفيديو وركناها. حطي بقى عليها صوص الشوكولاتة. وكان عندي حتة شوكولاتة بيضة كده سيحتها على بخار مية، وقلت اعمل ميكس بين الدارك شوكليت والوايت شوكليت. بصي بقى اسفنجية وخطيرة قد ايه. لو عجبك فيديوهاتنا لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.